فوز النادي الاهلي على الاتحاد السكندري بنتيجه 3-0. المباراة كان نجمها الأول حبيب الأهلاوية محمود علاء. أنا أحبك أنا. طيب في أنا أحبك. اللي من خطأ كبير تسبب في الهدف الأول اللي سجله بيرسي تاو، وبعدين كمان عمل فاول اللي هو جه منه الهدف الثاني. بعدين كمان ضيع ضربة جزاء. مارسيل كولر بيكسب رهانه على بيرسي تاو اللي تاني مباراة على التوالي بيوظفه في مهمة المهاجم، اللي تاني مباراة يعمل أداء كويس ويسجل، لكن للأسف خرج مصاب. نتمنى له السلامة وإن شاء الله يرجع بسرعة. فضل يعمل احتفال اللي هو بيريح شوية لحد ما شكله هيريح. الهدف الثاني سجله ياسر إبراهيم من اسيست العلول اللي النهارده بيبقى اكتر واحد في تاريخ النادي الاهلي صناعه للاهداف في خط عبد الله السعيد اللي صنع 67 هدف في 241 مباراه. لكن علوله بقى مدافع ويحط تحت مدافع دي 100 خط. 67 اسيست في 214 مباراه فقط. اسطوره حيه داخل النادي الاهلي، اصبح في قلب كل اهلاوي حرفيا. انما الهدف الثالث بقى ده حكايه، بطلها قفشه عمل كل حاجه في الجول وعطاها للمفاز اكرم توفيق على طبق من ذهب عشان يسجل بيه الهدف الثالث وينتهي الماتش بنتيجه 3-0. جبرت قضية النهارده.